تعرضوا نفسكم للسرقه وفي الاخر بتتضايقوا. في ايدك يا كلاينت ان انت ما تعرضش نفسك للسرقه. رقم واحد انك تخلي الميديا باير يشتغل من على الاكونت بتاعك. رقم اتنين ان انت اللي تشحن الاكونت بتاعك. خليني اقول لكم على حاجه دايما الكلاينتس بتفتكر ان انا مكسله ان انا اعملها جدا. بصر ان الكلاينت في الاول ان هو يعمل بزنس اكونت نفسه عشان تبقى الاثوريتي معاه وهو اللي يعمل الاد اكونت ويديني اكسس عليه. فبيفتكر ان انا مش عايزه اساعده او ان انا مش عايزه اعمل حاجه، واحيانا في ناس ما بترضاش تشتغل معايا عشان بطلب منهم حاجه زي كده، مع ان اللي انا بعمله ده بعمله عشان مصلحتك انت، عشان السكيورتي بتاعتك انت، وعشان ابعد عن نفسي شبهات. تاني حاجه دايما بقنع الكلاينت، ببعت له اول حاجه ازاي يشحن من فوري. انا بطلع له الكود عشان اساعده وهو يشحن من فوري وفي الاكونت بتاعه، فهو بالتالي شاف الفلوس، فبالتالي انت كده ما عرضتش نفسك للسرقه. ليه تحول لحد الفلوس على الاكونت بتاعه وفي الاخر ما تبقاش عارف هو صرفها على الاعلانات، شحنها ولا لا، او ايه الموقف اللي بيحصل؟ حاول ان انت تعمل الحاجات دي لنفسك عشان ما يحصلش حاجه زي كده. لو انت ميديا باير ابعد عن نفسك الشبهات وبلاش انت اللي تعمل الحاجات دي. لو انت كلاينت خليش حد بنسبه 1% يبقى عنده جاب ان هو يسرقك فيها حتى لو هو تراست. استنوني الترس الجاي.